عمرو أديب يفقد عقله على الهواء مباشرة بعد خسارة منتخب مصر من منتخب كرواتيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق الإعلامي عمرو أديب على خسارة منتخب مصر من منتخب كرواتيا، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. قال عمرو أديب: النهاردة منتخب مصر كان اللي ما يشتري يتفرج عليه. حسام حسن نازل يلاعب كرواتيا بخطة بركة دعاء الوالدين. النهاردة المنتخب بلا تنظيم، بلا شكل، بلا أي حاجة ليها علاقة بكرة القدم. اللعيبة في الكور الثابتة تحس انهم مش متمرنين على اي حاجة. عبد المنعم ورامي ربيعة نسيوا الوقفة في الملعب مع حسام حسن. يا جماعة انا هتجنن اقسم بالله. منتخب كرواتيا كان بيعمل اللي هو عاوزه في الماتش. ينفع كده يا جماعة بذمتكم؟ ده يرضي ربنا؟ يعني تونس تخسر بطلوع الروح من كرواتيا واحنا بجلالة قدرنا نشيل قبح كده بالساهل؟ يا عم ده انت صاحب الارض والجمهور، عاوز ايه تاني؟ انا حاسس كده ان اللعيبة والله اعلم مش فاهمة حسام حسن عايز ايه، ولا حتى ابراهيم اخوه. طيب العيب في مين يا جماعة؟ اقسم بالله احنا لو هنلعب بالشكل ده في الماتشات اللي جايه هنشيل من طوب الارض في افريقيا. ولا تقول لي بقى تصفيات ولا بطوله كله هيعمل معانا الغلط زي ما بيقولوا. لازم حسام حسن يراجع نفسه شويه ويعرف ان هو بيدرب منتخب مصر، مش المصري البورسعيدي ولا الاتحاد السكندري، مع كامل احترامي ليهم. هذا ما قاله عمرو أديب عبر تصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.